الناطق الرسمي والمكلف بالاعلام على مستوى الاتحاد الجزائري لكره القدم، وصلتم ليله امس يوم امس. اول شيء نسالك عليه كيف وجدتم يعني ظروف الاقامه في الفندق، وايضا الملعب الذي وضع تحت تصرفكم؟ والله صراحة لحد الآن يعني الظروف جيدة. نظن باللي هذا يؤكد أن التخطيط وتحضير هذا التربص كان جيد بكل جزئياته. شفتوا حضرتوا معنا البارحة في مطار لومي، الفريق وصل مباشرة إلى الإقامة نتاعو. بعد ذلك يعني جينا تدربنا، يعني الحمد لله لحد الآن حتى أرضية الملعب وهذا هو الشيء المهم، هو أرضية الملعب اللي ندربوا فيه، وهذه نفس الأرضية اللي حنلعبوا فيها يعني ضد كل من توغو والبوراندي. حتى المناخ، إذا أنت تكلمت قبل ما نجيو حنايا خوفنا شوية، ولكن اليوم أنا نشوف بلي ما عدا يعني شوية الشمس، ولكن نسبة الرطوبة مش مرتفعة جدا. راهي 66 في الصباح وتبدا تطلع تدريجيا في المساء، يعني في الحصه المسائيه راح تكون اكثر. ولكن البارحة عندما تدربنا نظن بلي نسبة الرطوبة نقصت، وكذا درجة الحرارة نفس الشيء. وبما أن المقابلتين يعني مبرمجتين على الساعة 8 ليلا، نظن بلي ظروف اللقاء ستكون يعني الحمد لله. بالنسبه للمباراه الوديه على الساعه الثالثه بالتوقيت المحلي هنا، الرابعه بتوقيت الجزائر لا امام طوغو. لا، أنا حسب البرنامج اللي عندي الساعة 8. اما منتخب طوغو يعني المباراه الساعه 8 ليلا. 8 ليلا. اكيد هذه معلومه جديده، انه حسب المعطيات اللي كانت هنا نزيد إن شاء الله نأكدها لكم، ولكن حسب البرنامج اللي عندي الساعة 8 كلا اللقاءين. كلا اللقاء. ايضا سي عبود، ربما الاقامه يعني قلت لك كانت في ظروف جيده. يعني بالنسبه للمباراه الوديه يعني صادفنا بعض الطوغوليين هنا وكانوا اصروا على رؤيه اللاعبين محرز وبن ناصر ونجوم المنتخب الوطني، لذلك راح تكون رسميا بحضور الجمهور. هو الذي تقرر يعني نهائيا، لان تعرف اننا نلعبوا في لوبي في طوغو، ما نقدروش نمنعوا الانصار تاع الفريق حتى واذا ما كانش يعني المنتخب الاول اللي ماهوش معني يعني بنهائي كاس افريقيا ولا ما تاهلش. ولكن رغم ذلك ستتاح الفرصه للجماهير اللي حابه تتابع اللقاء وتشوف عن قرب نجوم الفريق الوطني ويعني لاعبين اخرين باش يحضروا ان شاء الله اللقاء. ولكن اللقاء الثاني اكيد انه يكون مغلق سواء للتلفزيون. شاهدوا غياب بولحي يعني ما عندناش لا، بولحي كانت عنده اصابه خفيفه البارحه يعني في الحصه الاولى، ولكن ان شاء الله يكون العشيه مع الفريق، لان اليوم الحصه هذه تقدر تكون ما فيهاش كره. اللاعبين ماهمش يلمسوا كثير الكره. الان راهو تسخين فقط، ولكن بعد ذلك ستكون عده تمارين الجانب البدني اكثر للتاقلم يعني كما نقولوا احياء المفاصل هذه الامور الخاصه. ولكن ان شاء الله في الامسيه تكون حصه فيها اكثر كره، فيها اكثر تكتيك، فيها اكثر الجانب التقني ان شاء الله. وهي الحصه بيكوتيديان الوحيد في البرنامج يعني. نعم، لو بيكوتيديان الوحيد في البرنامج، يعني هذا التخطيط تاع يعني الطاقم التقني. يدربوا اليوم صباحا، اليوم يدربوا صباحا ومساء، ولكن ابتداء من الغد ستكون حصص مسائيه حتى يوم الخامس اللقاء، ثم بعد ذلك حصص مسائيه حتى اليوم التاسع اللقاء، واليوم العاشر ان شاء الله التنقل الى بواكي، وتكون حصه مسائيه في بواكي ان شاء الله.